عايز اقول لكم ان انا النهارده في القاهره، وانا راجع زي ما انتم شايفين الجو. انا تقريبا دلوقتي في المنطقه بتاعت هايبر في السليمانيه، عاصفه ترابيه قايمه فظيعه جدا في الطريق. فحبيت ان انا انوه واقول ان الجو مش طبيعي دلوقتي، والواحد كان متوقع ان انا جاي الصبح كان الجو جميل جدا. فجأة بقى فجأة دلوقتي بان الطريق فيه عاصفة ترابية، محتاج الواحد يمشي براحته ما يجريش عشان يحافظ على مستوى النظر، لان مش عارف بقى قدام شوية ممكن العاصفة دي هل ممكن تهدى ولا لأ. ادينا بنتابع اهو دلوقتي عند الريف الاوروبي، وعلى شمالنا طبعا، وده الكوبري اللي تلف عليه عشان يا اما تروح ناحيه الريف الاوروبي او ترجع عشان تدخل الهايبر او السليمانيه. طبعا اللي بيطلع الطريق ان هو عارف الحته دي كويس قوي وعارف يمشي فيها ازاي. في اهو ريزورت هوتيل موجود برضك، عديت عليه اهو، ودينا بنعدي تحت الكوبري. على فكره بقى في الطريق دلوقتي رادارات ثابته بتصور لو انت مش لابس الحزام، غرامه. لو بتتكلم في الموبايل غرامه. طبعا انا جنبي اللي بيصور لي دلوقتي، فممنوع ان انا امسك الموبايل. لو بتاكل غرامه، لو بتشرب غرامه. حاجات كتيره قوي اصبحت النهارده. وعلى فكره مش اول مره، يعني انا فاكر في دوله الامارات واحد لما راح كان ده السيستم اللي موجود في الرادار هناك. يعني السيستم ده مش غريب علينا، يعني ده السيستم اللي موجود حاليا في طرق المرور او خطط المرور، لان قانون المرور واحد في كل دول العالم. هروح واتحرك بقى في مكان اخر. ادينا عدينا اهو، ما زالت الترابه موجوده في الطريق. دخلنا على الطريق باقي 155 كيلو على اسكندريه. انا يمكن فاتح لكم الازاز عشان تسمعوا الهواء شديد قد ايه في النهارده. احنا النهارده جمعه اهو، الهواء شديد جدا في الطريق الصحراوي، والواحد هو راجع من القاهره للاسكندريه، عكس بقى ما تروح. يعني على راي محمد ابني بيقول لك برج العرب الهواء يتلجك وفي القاهره الهواء يجففك. هو ده يمكن الشعار اللي نقوله اليومين دول. اديني قفلت الازازه اهو عشان الواحد يتكلم براحته. يبقى في القاهره الهواء يجففك من الحر، وفي برج العرب الهواء يتلجك. يعني جو سبحان الله متقلب سواء هنا او هنا. حتى الناس اللي في الامارات اليومين دول بيقول لك الدنيا بتشتي والجو ساقع اليومين دول. التغيرات المناخيه بدات تبان في اماكن كتير جدا. ودينا عدينا اهو الكيلو 155 متبقيين على الاسكندريه. المنطقه دي الترابه واضحه جدا فيها وزايده بشكل رهيب جدا. يعني بص كأن الواحد داخل على شبورة، انما هي عبارة عن تراب في الطبقة الأولى من الجو. شكله يعني واضح جدا. يعني النهارده اعتقد ان الكلام ده بيسبق احدى النوات. يعني نوة بهرب اهو، انتي رايحة فين؟ بعدي عني. اعتقد ده بيسبق نوة، مش هيهدي التراب
التراب ده الا شتوايه حلوه. وادي الطريق اهو عماله الاوراق والاشجار والبقايا بتاعت الشجر اللي واقعه دي طايره. طريق شكله صعب قوي، طريق القاهره اسكندريه، واحنا دلوقتي في منطقه مزارع دينا. يعني مفيش حاجه باينه من الطريق خالص من شده التراب اللي في الطريق. اللهم احفظنا واحفظ كل المسافرين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني دخلت دلوقتي على منطقة الريست والماستر. شوفوا الجو عامل ازاي. ما زالت العاصفة الترابية مسيطرة على الطريق بشكل كبير جدا، ويمكن هي زياده في منطقه القاهره. يعني انا حاسس انها هي اقل شويه. يعني اعتقد ان كل ما هقرب على اسكندريه هنشوف هل لما نقرب على اسكندريه هتقل ولا لا، ده اللي هيبان. لكن واضح جدا ان العاصفه الترابيه بدات. انا كنت جاي الصبح في الطريق ما كانش فيه حاجه. يعني انا لغايه ده طالع من الطريق، طالع من اسكندريه 6 صباحا ودخلت القاهره على 8:30، ما كانش في حاجة. دلوقتي مثلا الساعة 1 وشوية بدأت العاصفة تبان مع الظهيرة تقريبا. احنا دلوقتي عدينا منطقة الريست وداخلين على منطقة 1 عمر، وما زالت العاصفة الترابية موجودة على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراء. يمكن الواحد اقترب من نهاية الطريق الصحراوي وانا داخل دلوقتي. يعني قدام مني كتير قوي 3-4 كيلو على البوابة. وزي ما احنا شايفين العاصفة الترابية ما زالت ماسكة الطريق من اول ما خرجنا من القاهرة الى ادي اولنا اهو داخلين على البوابة. وادي يمكن العربيات مدخل البوابة اهو داخلين بنمر. في لجنة تقريبا. اللجنة اللي فاتت كانت لجنة بتفحص الرخص والحاجة في الطريق. الحمد لله عدينا منها ودينا اهو داخل على البوابة. بصوا البوابة مش باينة، البوابة مش باينة من العاصفة الترابية. اعتقد ان ممكن بكرة بالكتير قوي او الليلة دي تشهد امطار. ممكن، لان العاصفة الترابية دي ما بنشوفهاش الا في رياح الخمسين في اواخر شهر مارس واحنا لسه في يناير. فممكن نبقى داخلين على نوة ونقول بقى ادي الحمد لله على سلامتنا، وصلنا بوابة الاسكندرية بسلامة الله بعد زيارة خاطفة الى القاهرة. بدأناها في 6 صباحا واحنا اهو دلوقتي هندخل على الاسكندرية. ده يبقى مكان فاضي اهو. المكان ده هادي ندخل منه ونعدي البوابة بسلامة الله. ادي الراجل نزل الشادوب بتاعه. ادينا بنعدي اهو الحمد لله وداخلين اسكندرية. لكن العاصفة الترابية دي شيء مش حلو.